سامي شاب دايما بيحاول ينجح ويجرب أفكار ومشاريع كتير، لكن ما كانش بيكمل غير مشروع واحد. دايما مش عارف يركز، وده كان بيخليه زعلان ومش فاهم السبب في عدم التغيير في حياته. في يوم شاف واحد صاحبه اللي قالوله إن أهم سر للنجاح هو وجود رؤية واضحة. يعني لازم تحدد بالظبط انت عايز تحقق ايه وتمشي ورا هدف ثابت بدل ما تجري ورا كل فرصة جديدة بتيجي قدامك. خلي هدف قدامك وحققه. سامي أخذ النصيحة من صاحبه وركز على هدفه الحقيقي، وبدأ يشتغل مشروع صغير في المجال اللي بيحبه مع خطة واضحة وتركيز. كان دايما متحمسه ومركز على الوصول لهدفه، ومع الوقت مشروعه بدأ ينجح. بعد فترة بدأ المشروع يكبر والشغل بتاعه اتحسن وبدأ يكون له سمعة طيبة. القصة بتوضح إن النجاح مش بيعتمد على الفرص اللي بتظهر فجأة، لكن بيتطلب صبر، تركيز على هدف محدد، وانضباط في الطريق. الرؤية الواضحة بتكون دليل يساعدك تمشي صح وتحقق حلمك خطوة بخطوة. في النهاية النجاح بيحتاج إنك تركز على هدفك وتمشي فيه بإصرار من غير ما تشتت نفسك بفرص كتيرة. حط هدف قدامك عشان تحققه وتنجح فيك وتثبت نجاحك.